نشرة البارجة والنصف بتوقيت البحر الأحمر. السلام عليكم. احتجاجات في الجامعة الأمريكية تنديدا بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة. ولدينا أحد المشاهد لاتساع رقعة الاحتجاجات في الجامعة الأمريكية في الحرم الجامعي في جامعة نيويورك، واعتقال العشرات من المتظاهرين من الطلاب المتظاهرين أولا نصرة لغزة. واو عايش واحد عايش فوق. ها شوفوا ايوه شوفوا هذا الديمقراطية التي بتغنى بها امريكا يا عيبة. What's happening in Gaza is genocide. مرحبا هلو يا قالي. شوفها شوية طلاب مفوطين ماشي محقق راية بيزعقوا وسط الفصل بيراجموا الدكتور بالطباشير، يعني حتى تفوتوا. احنا مثل ما يعرفنا العالم نحب الديمقراطية ونراعي حقوق الإنسان، لا يمكن ان احنا نغطي واحد. قلعوا عينك. قال لك حقوق الانسان، والله ما بالله حبوب الانسان لو يقع لكم الله تطفحوا البشريه كلها. مثل ما بتشوفوا الاحتجاجات كشفت وفضحت زيف الديمقراطيه الذي بيتحدثوا عنها امريكا والغرب. اعقلوا وبعوا افهموا ادروا، امريكا ام الارهاب، راس الشر، راس المصايب، راس الفتن، راس براس. لو رجال امريكي راس براس، لكن الحرام ما في اثر الرجاله. اثبتت الاحتجاجات في الجامعه الامريكيه انه بعض الدول العربيه سعقنات العربيه حق مكياج واغاني ودجل وكذب وافتراء بس. اتحركوا طلاب اجانب، الشيء لا انا اين طلاب الجامعه العربيه. انتم بتشاهدوا الجرائم، عاد فيكم ذرة انسانيه ولا احساس بتحرككم؟ يعني قدموا حتى ولو موقف واحد. واو اصحوا يا عرب. لكن بإذن الله إن النصر قريب، وإن الله عايش في صدور قوم مؤمنين. ولا عزاء للمنافقين والمطبعين والخونة والمتخاذلين. دمتم في رعاية الله.